زي ما قلت لك فيها جزء كبير من الموائمات. القصه كلها ان الاتحاد الافريقي برضه في بعض الامور مش واضحه، اللجنه الاعلاميه ما عندهاش داتا بالظبط. يعني انا سالت كتير ما عندهمش معلومات بالظبط. طب يا جماعه، طب طلعوا لنا ارقام التصويت. لا يقول لك طب ادوني تفسير. ودي برضه مشكله في الفتره الاخيره، يعني الاتحاد الافريقي الجزء الاعلام بتاعه فيه تكتم، او ما تعرفش هو ما عندهمش اصلا معلومه فخايفين يطلعوا معلومه. تم الإعلان عن أسماء لجائزة الأفضل في كل قارة. دائما الضجة تكون بدأوا بأفضل منتخب. شفنا المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أفضل في إفريقيا، وهذه ربما تعتبر من السوابق التاريخية. لا خلل في المعايير، نظن باللي مع الوقت راح تفقد مصداقيتها. هل الناس لا تتابع؟ شحال انت راح تخير افضل لاعب في القاره، ما تديش هداف التصفيات تاع هذيك القاره المؤهله لكاس العالم في هذيك السنه. نظن باللي تناقض صارخ. نظن باللي حكيمين نظرا لانه دا دوري الشامبيونز ليغ، وليدي الشامبيونز ليغ يمدوا بالنسبه للمنتخب المغربي اللي اقل من 20 سنه كاش فئه اخرى، على الاقل يديروا فئه اخرى. تما المنتخب هذاك تقارنوا مع المنتخبات الاولى. هذا الامر يضرب مصداقيه الكره الذهبيه الافريقيه في الصميم. بداكم بديموند في الاخر الاشبال الصغار، المدرب تاع الاشبال اشرف حكيمي شامبيونز ليج بقى خلاص بقى. اشرف حكيمي احسن لعيب في افريقيا. بس منطقيا صلاح طبعا بدون شك. يعني فكره فوز صلاح بالبريمير ليج وانه هداف البريمير ليج ما تشفعلوش. لا اعتقد ان لو باريس، وان كان الحقيقه بمنتهى الامانه برضه صلاح خدها مرتين على فكره قبل كده. صلاح خدها كذا مره. بس اقول لك على حاجه للامانه، بعيدا عن الفوز بالتشامبيونز ليج او لا، لويس انريكي عامل نسخه من اشرف حكيمي السنه دي، هو نفسه اتكلم. هذه قصه كتعاود لحظه كبيره في الملاعب العالميه، لحظه اللي بدلات المزاج ديال بزاف ديال الناس، خصوصا في الساحه الاعلاميه المصريه اللي لقات راسها وسط فضمه ما كانت في الحسبان بعد ما اشرف حكيمي توج بالكره الذهبيه في حفل عالمي يخطف الانظار وخلى المشهد كامل يتبدل في ثواني قليله، فاش المغرب خرج بالصوره ديال قوه كرويه كبيره وحقق انجاز غير مجرى النقاش الرياضي في العالم العربي كامل. من بعد الاعلان على الاسم ديال حكيمي فوق الخشبه، داك التصفيق اللي تعلق في القاعه رج مراكز الاخبار واعاد ترتيب الاوراق كاملين، في حين الاعلام المصري بقى مصدوم حيت كان كيعول بزاف على محمد صلاح يرجع بالكره الذهبيه لمصر، وهذا الشيء خلى واحد الاحساس ديال الحسره كيدور في القنوات وتعاليق كتخرج بحده، واحده اخرى كتقلب تلقى تفسير لهذا الانجاز المغربي اللي جا في واحد التوقيت حساس بزاف. بدات البرامج المصريه كتقلب في اللحظات، كتعاود شنو وقع، كتبحث علاش صلاح ما خداش الجائزه وكتقارن الارقام، ولكن في كل محاوله كيبان باللي حكيمي دار موسم عالمي مستوى ثابت حاسم ومؤثر، والاعتراف الدولي كان واضح وشفاف وما خلى حتى مجال للشك. وهنا بدات الاصوات كتشتت، واحد متقبل النتيجه وكيقول الكره تعترف بالمجهود، وواحد اخر مازال عالق في صدمه الخساره وكيشوف بلي المغرب غادي بعيد بزاف هاد العوام. المشهد الاعلامي المصري ما كانش ساهل في ذاك الليله، حيث القنوات كانت كتحاول تخرج بكلام متوازن، ولكن الصدمه كانت كبيره خصوصا في وسط الجمهور كان كيتسنى يشوف صلاح كيرجع للقمه من جديد. ولكن المفاجاه المغربيه قلبات الطاوله وخات الواقع قدام الجميع بواحد الطريقه اللي خلات حتى المحللين يبداو كيهضروا على الجيل المغربي الجديد اللي ولا كيمثل القوه الافريقيه بصوت مسموع. في المغرب كان الاحتفال مختلف، اصوات فرحه وفخر بلا حدود. اشرف حكيمي ولا رمز الجيل كروي كيكتب تاريخ جديد وكيخلي الشعوب العربيه كلها كتشد فيه كقدوه ونموذج ديال الالتزام والقتاليه. ووسط هادشي كامل انفجرت صفحات التواصل الاجتماعي بتعاليق كتقول باللي المغرب في هذه الفتره اخذ كل شيء، من الالقاب الجوائز الاضواء، وكأن الزمن الرياضي العربي رجع كيترسم بالالوان المغربيه. الاعلام المصري بقى في حاله ارتباك، كيسول شنو خاص شنو ناقص وكيفاش ممكن صلاح يرجع اقوى. ولكن وسط هاد الاسئله كان باين بلي اللي وقع الليله ماشي غير جائزه، بل درس كروي كبير كيعطي صوره جديده على المنافسه العربيه في العالم، وكيأكد بلي الطريق للذهب كيحتاج فريق متكامل، مسار قوي وتاثير عالمي. في الاخير بقى صوت واحد واضح، المغرب كيرتفع في الساحه والنجوم ديالو كيمشيو لابعد نقطه، وحكيمي اليوم ماشي غير لاعب عالمي ولكن مرجع كروي دار تاريخ وخلى الاعلام المصري يعيش ليله صعيبه عنوانها الحسره والانهيار والاعتراف باللي هذا الجيل المغربي ماشي سهل وكيصنع المجد خطوه بخطوه حتى وصل الذهب.